السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي الله يبارك في عمرك، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. أتوقع الأخ محمد. تحياتنا ليك وكل الإخوان في سوريا، الله يجزيك الخير. فيما يخص سؤالك إن الخلايا عندك بتيجي على 5 براويز وعندها ميول للتطريد أو إنها بتقوم ببناء بيوت تطريد بكميات كبيرة، وأنت بتقول إنك أنت عاوز توصل الخلايا ديت معاك ل9 براويز و10 براويز. أولا الله يبارك في عمرك، في خطوتين أنت هتقوم بيهم. تمام. أول خطوة إنك أنت مع بداية النشاط ما تضيقش على النحل او تضغط النحل ازيد من اللازم وتديله توسعة. توسعة يعني ايه؟ يعني تديله براويز علشان الملكة تبتدي يعني تتجه للتوسع، من 5 براويز توصل 6 7 8. تمام. تعمل توسع للملكة عشان ما تفكرش والنحل ما يفكرش في التطريد. ده اول امر لازم تقوم بيه. تمام. طبعا التوسع يكون بعقلانية. تاني شيء يا اخويا الله يبارك في عمرك، لو انت بتدي للنحل توسعة زي ما انا قلت لك، تمام، والنحل ما بيستجيبش للتوسعة او الملكات ما بتستجيبش للتوسعة دي وبيبني بيوت تطريد وبيطرد، يبقى ايه الحل في اللحظة دي؟ يبقى هنا الله يبارك في عمرك المشكلة مش مشكلة نحال، خلي بالك. ما هو انت لما تترك النحل مضغوط ويطرد يبقى هنا مشكلة نحال، ولكن لما تديله توسعة والنحل يطرد يبقى هنا مش مشكلة نحال او مش مشكلة مربي النحل. مشكلة مين؟ مشكلة السلالة اللي انت شغال فيها. تبقى السلالة ديت الله يبارك في عمرك سلالة ميالة للتطريد، والحل هنا او الافضل هنا ليك انت كرجل نحال انك انت تحاول تغير الملكات، تمام، بملكات تانية ما عندهاش سلوك التطريد. بنشوف الشيء ده بالمناسبة كتير جدا. تمام. ان تلاقي مثلا الخلية تيجي على 7 براويز تديها توسعة، هي مش عاوزة تستقبل توسعة، هتطرب معاك. فبنحاول بقدر الامكان عند وجود تلقيح وموسم نشاط بنغيرها من ملكات اخرى في المنحل. تمام. ولكن ان يكون منحلك كله، خلي بالك، ان يكون المنحل كله بتاعك سواء 10 خلايا 20 خلية 50 خلية كلهم عندهم ميلان للتطريد، يبقى السلالة او الفصيلة اللي انت شغال بيها، تمام، طبعا في حالة ان انت تدي توسعة. تدي توسعة يعني بتزود براويز والنحل ما بيستجيبش للتوسعة ديت وبيبني بيوت تطريد. في الحالة دي هتبقى انت تشوف سلالة اخرى. تمام. الله يبارك في عمرك، انا ما عنديش علم هل انت شغال بسلالة النحل السوري عندك في سوريا ولا شغال بملكات اجنبية زي الاخوان، لان معظم الاخوان في سوريا شغالين بملكات اجنبية. تمام. هل انت شغال بسلالة النحل السوري؟ ما عنديش علم، بس انا اديتك الحلين اللي ما فيش بعدهم حلول. واي حد هتساله بالمناسبه، اي حد هتساله هيقول لك الكلام اللي قلت لك ده. اول حاجه ما تضغطش نحلك ودي توسعه. لو النحل ما استجابش والملكات والنحل بنى بيوت تطريد يبقى هنا ما قدامكش غير انك انت تغير الملكات بملكات اخرى ما تكونش مياله للتطريد. تمام. غير الحلين دول مش هتلاقي. اتوقع يكون الصوره واصله لك. مشكور. اخويا محمد الله يبارك في عمرك، طبعا معروف والله، كان معروف ان انت يعني قبل ما تتكلم كان معروف فيما يخص كلامك ان انت عندك النحل السوري. تمام. ولكن للاسف الشديد يعني ميال للتطريد بنسبه كبيره. انت دلوقتي بتقول انك انت هتتابع الخلايا، وكل ما هتبني بيوت ملكيه للتطريد الخلايا دي هتهدمها، كل ما تبني هتهدمها. عاوز اقول لك شيء، هتلاقي فيه برضه خلايا منك بدون قصد منك او انت غفلت عنها وفجاه لقيت الطرد خرج وواقف على شجره او في خارج المنحل. يعني مقصود كلامي في خلايا هتطرب منك. في امر اخر وده وارد انه يحدث، تمام، انك انت كل ما تهدم البيوت الملكيه، تمام، هتبص تلاقي للاسف الشديد يعني وده بيحدث كتير الملكه نفسها وقفت وضع البيض. تمام. وبالتالي ممكن النحل لا قدر الله يتخلص منها. تمام. بيحدث، انا بكلمك على امور بتحدث. تمام. المشكله الكبرى فين بقى؟ المشكله الكبرى انت بتقول ان الخليه بتبني بيوت تطريد عند الاربع 5 براويز، يعني بيكون لسه ناقص 6 براويز في الخليه والخليه بتبني بيوت تطريد. عارف لو الخليه بتبني عند 8 براويز 9 براويز اقول لك ماشي، انما من ال4 براويز وهي تبني. تمام. فالفكره اللي انت بتتكلم عليها بتاعه تهديم البيوت الملكيه دي احنا بنستخدمها في حاله واحده، لما يكون الخليه مضغوطه و9 براويز او 10 براويز واحنا مش عاوزين نرفع طابق تاني، بنقول احنا ضاغطين النحل ضغطه شديده وبنهدم البيوت عشان ناخد موسم عسل. انما من 4 براويز ههدم، الامر هيكون صعب.
ومش هيجي معاك بنسبه نجاح 100%، خلي بالك، وهتشوف الكلام ده على ارض الواقع. لو اعطى معاك نجاح فربما يعطي معاك نجاح بنسبه 50% بس، لان في ملكات منك هتفقد، النحل هيقتلها، تمام. في ملكات اخرى الله يبارك في عمرك او خلايا اخرى هتطرد، وانت هتبقى مستغرب، ده انا لسه مهدم البيوت الملكيه، هتطرد، تمام. فاللي انا اقدر اقوله لك، وده الحل الافضل، تشوف بعض الاصدقاء من البلد او المدينه او الولايه او المحافظه اللي انت ساكن فيها، وتشوف عنده بعض الملكات الممتازه اللي زي ما بيقولوا كده ما شاء الله بتوصل معاها 10 اطارات او بيرفع طابق تاني منها، وتحاول تاخد منها ملكات عذاره او ملكات موقحه، وتغير بعض الملكات في منحلك. دي نصيحتي ليك، دي نصيحتي ليك. غير كده بجد بتلعب انت في الوقت الضايع او هتتعب نفسك على الفاضي. اتمنى يكون الصوره واصله لك. وخلي بالك انت قدامك فرصه ليه؟ انت دلوقتي لسه قبل دخول الربيع وقبل تجيش النحل، فدي فرصه ليك لابد تستغلها. اخويا محمد الله يبارك في عمرك، محدش قال لك ومحدش عاقل، تمام، هيقول لك روح اشتري ملكات من دلوقتي في الاجواء اللي هي تحت الصفر، تمام. انا اتكلم في ايه؟ نحلك اللي موجود عندك دلوقتي انت هتراعيه زي ما بتراعيه، بتغذيه زي ما بتغذيه، شغال معاه تمام. لو في بيوت ملكيه تحاول تهدمها، مقصود كلامي تخليك شغال لحد ما ياتي وقت نشاط للنحل، تمام. وفي اللحظه ديت لو في احد الاصدقاء تقدر تشتري منه ملكات يكون افضل. ليه افضل؟ لان احنا بنعمل قدام اللي هو الله يبارك في عمرك شهر 3 شهر 4 شهر 5 النشاط اللي بعد كده، تمام. بيكون احنا في الفتره دي ارتحنا الله يبارك في عمرك، وعندنا ملكات ما اضطرتش، تمام. انما دلوقتي انت خليك شغال زي ما انت شغال، اعمل جيش للنحل او كثافه نحليه للنحل عندك في الخلايا زي ما انت شغال، عشان الله يرزقك مع موسم عسل تاخد شويه عسل. ده اللي انا اتكلم فيه. انما ما حدش بيقول لك غير ملكات دلوقتي، وربما يكون ما عندكش ذكر كمان في المنحل يلقح الملكات دي، صح ولا لا؟ تمام. ولكن مقصود كلامي انك انت على قد ما تقدر، تمام، حاول ما تخليش الخلايا تطرد في التوقيت الحالي، وفي نفس الوقت مع اول وجود تلقيح عندك في المنحل، او لو في احد الاصدقاء هيكون عنده ملكات ملقحه جاهزه، تمام، ويعطيها لك، يكون امر ممتاز، تمام. اتمنى يكون الصوره واضحه لك، تمام. سؤالك الله يبارك في عمرك، انت كنت اتكلمت اصلا قبل كده انك انت قلت في شهر 3 و4، تمام. لو انت قعدت تهدم البيوت الملكيه، في شهر 3 و4، تمام، هل الخلايا هتبقى كويسه ولا لا؟ فانا رديت عليك قلت لك غير الملكات افضل، تمام. ده الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على شهر 3 و4. انما التوقيت الحالي اللي هو ربما يكون زي ما انت حضرتك تفضلت مفيش نشاط ودرجات حراره في الليل منخفضه، محدش قال لك غير ملكات دلوقتي. بس على الاقل مع اول تلقيح واول نشاط، يعني نقدر نقول على منتصف شهر 2 يكون انت موظف نفسك ان ربنا يسهل الحال تجيب ملكات ممتازه، تمام، تنزلها للنحل ده، تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا الله يبارك لك، الخلية اللي أنت أرسلتها بتقول إزاي تتخلص من الرطوبة بكل اختصار. شيل النايلون اللي أنت حاطه ده، ارميه وحط مكانه قطعة من الخيش أو قطعة من القماش القطني، ده بالمختصر، تمام. طيب الخلية نفسها لو فيها رطوبة تتعالجها إزاي أو تحلها إزاي؟ تجيب خلية أخرى وتشيل البراويز في الخلية التانية دي، تمام، وتحط لها قطعة من القماش أو قطعة من القطن. النايلون ده هو سبب الرطوبة اللي في الخلية. يا سيدي الفاضل بص على النايلون الرطوبة فيه في الأعلى، بدها تخرج أو بدها إن هي الله يبارك في عمرك تتصرف ومش قادرة تخرج من النايلون، تمام. فأول حاجة شيل النايلون، الخلية من الداخل لو فيها كمية رطوبة عالية أغيرها بخلية أخرى في المنحل. والخلايا اللي أنت هتشيل منها النحل ديت حاول تعرضها للشمس أو تعرضها لمكان بحيث تتهوى عشان تستخدمها فيما بعد، تمام. والله يبارك في عمرك، الرطوبة العالية ديت هتسبب لك مشاكل، زحف، أمراض أنت في غنى عنها. أخويا الله يبارك في عمرك، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عندك مشكلة دلوقتي في الخلايا، رطوبة عالية جدا، تمام. الرطوبة دي هتسبب مشاكل لو انتظرنا عليها، وهتسبب أمراض وهتسبب زحف، تمام. طيب عشان أغير صندوق أو أغير خلية بخلية أخرى، خلية فيها نحل، أنقل النحل أو البراويز ديت في خلية فارغة، كم هستغرق من الوقت؟ جهزت أنا الصندوق الفاضي، جهزت الخيشة أو قطعة من القطن، قماش من القطن، وأنقل البراويز، كم هستغرق من الوقت؟ مش هكمل دقيقتين، صح ولا لأ؟ أنا هفتح الخلية أدخن
وبسم الله هنقل البراويز طبعا بحرص، واتاكد اهم حاجه البرواز يكون فيه الملكه عشان ما اسيبهاش في الصندوق اللي هو الام او الاصلي. تمام، يعني اهم حاجه الملكه عندي. تمام، خلاص شلت البراويز ديت في البراويز التاني، حطيت الخيشه، قفلت الصندوق، حطيته في الموقع الصندوق القديم او في مكان الخليه القديم. تمام، خلصت الموضوع. بس انا دلوقتي الله يبارك في عمرك 15 درجه دي مش كارثه، مش حاجه كبيره. تمام، مش سالب واحد ولا سالب اتنين، ده 15 درجه. اهم شيء لما تيجي تنقل البراويز ما يكونش فيه هواء رياح، لان الهواء والرياح مشكله. تمام، ولكن انت مقصود كلامي حاول عند نقل البراويز ان ما تستغرقش وقت ازيد من اللازم، يعني دقيقتين ان كترت 3 دقائق. تمام، بس احنا بنعمل عمل الله يبارك لك، بننقذ النحل من مشكله، لان الرطوبه دي بجد هتسبب لك امراض وزحف، وهتلاقي النحل فيه اسهال، امور انت في غنى عنها. اتمنى يكون الصوره واصله لك. في شيء ابدا من شيء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا مصطفى، ناس الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. تحياتنا ليك ولكل الاخوان في المغرب. ليك سؤال الله يبارك في عمرك، بتقول ان في الجنوب المغربي حاليا الاجواء مشمسه في النهار، وبالنسبه لليل طبعا برد قليل. بتقول عندك خلايا مكونه من 5 اطارات فيها مخزون كافي من العسل. بتقول هنا السؤال: ما هو مقادير السكر مقابل الماء لتحفيز النحل والملك على وضع البيض؟ اخويا مصطفى الله يبارك في عمرك، مقدار السكر للميه 1:1، 1 سكر ل1 ميه. تمام، طبعا في التوقيت الحالي بس. ان شاء الله ربما يكون في الفتره القادمه هنقلل شويه في المعدل دوت، ولكن التوقيت الحالي 1 سكر 1 ميه. تمام، طيب تقدم للخليه قد ايه؟ ال5 براويز اللي عندك دي تقدم لها في معدل 100 مللي. تمام، كل 3 4 ايام. تمام، لان انت مش عاوزها تخزن، ما انتش عاوز الشغالات تاخد التغذيه دي تضيق على الملكه، انت عاوزها تاخدها تستهلكها. الشغالات ياخد التغذيه دي تستهلكها، تغذي بيها اليرقات، تنشط في السروح لجلب كميات حبوب لقاح. تمام، اتمنى يكون الصوره واضحه لك. ما تكترش كميات كبيره، ما تقولش هحط ربع لتر نص لتر. تمام، تاني شيء ما تخففش التغذيه، ما تقولش هحط 2 ميه ل1 سكر. تمام، ما انتش عاوزين نجهد النحل. تمام، 1 سكر 1 ميه ممتاز جدا. تمام، ده واحد تاني ممكن يستمع ليه يقول له هحط 2 سكر ل1 ميه. اقول له يا اخي انت تعمل محلول سكري مركز عالي جدا ليه مش محتاج. تمام، اتمنى يكون الصوره واصله لك. مشكور اخويا مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. ليك سؤال هنا الله يبارك في عمرك، بتقول لو انت عاوز تربي ملكات واتجهت الى احد الخلايا وشلت الملكه ومعها براويز من الحضنه المغلقه وبراويز من العسل، وتركت الخليه بدون ملكه لتربي كميه من الملكات، بتقول السؤال هنا: هل البراويز اللي تم رفع الملكه من الحضنه والعسل، هل الشغالات ديت او النحل ده هيرجع الخليه الام اللي هي يتيمه مره اخرى ويترك الملكه ولا لا؟ الله يبارك في عمرك. باختصار شديد وركز معايا الله يبارك فيك. خلينا نتكلم انك انت عندك خليه 9 براويز او 9 اطارات، شلت منهم بروازين، برواز عسل وبرواز حضنه مغلقه، عشان ومعاهم الملكه، اتبقى كام برواز؟ اتبقى 7. 7 براويز ديت انت هتخلي الخليه ال7 براويز دي تقوم بتربيب ملكات، طبعا خليه يتيمه بدون ملكه. طيب الخليه البروازين او البروازين اللي انا رفعتهم وشلتهم، اللي هو واحد عسل وواحد حضنه مغلقه، طبعا هحطهم في خليه جديده او خليه فارغه. تمام، النحل اللي معاهم هل هيرجع مره اخرى؟ لا مش هيرجع مره اخرى. طب اعمل ايه؟ حط الخليه الله يبارك فيك اللي هي انت عملتها جديده ديت، حطها جنب الخليه الام مباشره، جنبيها مباشره. تمام، ما تبعدهاش ولا نص متر ولا ربع متر، جنبيها مباشره. تمام، وضيف ليها الله يبارك في عمرك، ضيف ليها برواز ممطوط. الهدف انك انت لما هتضيف برواز ممطوط ايه؟ علشان الملكه تلاقي مكان تضع فيه البيض. تمام، يفضل برواز ممطوط مش اساس، لان هي فيها كثافه نحليه بروازين 2 فقط، وهو برواز العسل فيه كثافه نحليه، وبرواز الحضنه المغلقه فيه كثافه نحليه.
طبعا برواز الحضنة المغلقة يفضل ان هو يكون على وشك الخروج. ليه؟ علشان احنا محتاجين الحضن اللي هتخرج منه علشان تقدر تنشط الخلية دي وتطور الخلية دي. مفيش خوف خالص ان النحل يرجع مرة اخرى، ولكن ما تبعدش الخلية الجديدة دي عن الخلية الام مسافات كبيرة، ما تبعدهاش 5 متر 10 متر عشان ما يرجعش النحل السارح مرة اخرى للخلية الام. خليها ايه مباشرة جنبيها. ترتيب الاطارات الله يبارك فيك، اللي هي الخلية اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي فيها الملكة الام، هيكون ترتيب الاطارات الله يبارك فيك وهو اطار الحضنة المغلقة جنب الجدار مباشرة. طب ليه؟ لان الحضنة خلاص على وشك الخروج، يعني يوم 2 وهتخرج الحضنة، فتحط الاطار الحضنة او برواز الحضنة جنب الجدار، وتحط في المنتصف الله يبارك فيك في النص برواز الممطوط اللي انا هضيفه، احطه في النص، واخر برواز تمام اقوم حاطط برواز العسل اللي هو يكون غطا للخلية برواز العسل. تمام مباشرة الله يبارك فيك. اول حاجة طبعا حافظنا على الملكة، وان شاء الله على ما الخلية التانية اللي هتربي ملكات والملكات تيجي تكتمل ونقفص على الملكات تمام ونستفيد منها ان شاء الله. الملكات العذراء دي هيكون الخلية ديت ما شاء الله محافظة على نفسها ووصلت معايا ربما يكون للاربع براويز، طبعا ده في حالة النشاط. تمام طبعا فيما يخص الخلية الام اللي احنا قلنا عليها اللي هي 7 براويز الله يبارك فيك اللي احنا بنربي فيها ملكات، بعد طبعا خروج الملكات العذارى تمام وتوزيع العذارى سواء على تقسيمات او الهدف اللي انا عاوز منه العذارى ده، هترك للخلية ال7 براويز ديت عذرة واحدة بس. تمام واتابع بقى ايه ان شاء الله يتم تلقيح العذرة ديت، ما تلقحتش لا قدر الله. خلي بالك بقى هنا الاستفادة بقى، لو العذرة دي ما تلقحتش لا قدر الله مش هخسر حاجة. ليه؟ لان انا عندي الخلية اللي انا كنت شايل منها الام نفسها اللي هي جنبيها، فاقدر في الحالة ديت باسرع وقت اضم الخليتين عشان ما تكذبش. ولكن ان شاء الله هتكون اتلقحت العذرة. اتمنى يكون الصورة واضحة لك. طبعا دي طريقة من طرق تربية الملكات، في طرق كتيرة. في واحد تاني عنده احتراف ان هو بيطعم، واحد تاني بيشتغل بجهاز جنتر. تمام فأتمنى يكون واصل لك. في واحد بيربى الله يبارك في عمرك ملكات في خلية يكون مكونة من طابقين، وفي ما بين الطابقين حاجز ملكي. تمام بيشغل خلية فيها الملكة تشتغل بوضعها الطبيعي، والخلية الأخرى أو العاسلة اللي هي الطابق الثاني تمام بيكون في تربية الملكات. فكل واحد بيعمل بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة، شايفها صحيحة ليه. تمام واحنا ان شاء الله باذن الله نسال الله يا رب سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق مع الاجواء لما تدفع عندنا او تكون دافئه في مصر. ان شاء الله هنصور فيديو لتربيه الملكات والتقسيم باذن الله. الله يبارك في عمرك، مشكور اخوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا خالد نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه، كل الاخوان في سوريا الله يبارك فيك. ليك سؤال الله يبارك في عمرك، بتقول ان درجات الحراره ربما يكون دلوقتي عندك في سوريا 14 15 درجة مئوية، وبالنسبة لأوقات الليل في حدود ال3 درجات 5 درجات يعني منخفضة. بتقول بدأ النحل بجمع كميات من حبوب اللقاح من نوع من أنواع التوابل بيظهر في 20 أذار. بتقول السؤال هنا بتقول كيف يمكنني أو كيف أجعل النحل يقوم بجمع أكبر كمية من العسل. طبعا انت بتتكلم على موسم العسل ان شاء الله او موسم الفيض يعني. طبعا لسه بدر على مواسم العسل الله يبارك فيك اخويا خالد، ولكن بصفة عامة الله يبارك فيك انت تعمل اللي عليك كرجل نحال. ايه هو اللي عليك؟ اول شيء الله يبارك فيك انك انت ان شاء الله من التوقيت اللي احنا فيه النهاردة 24/1 او 24 يناير لسنة 2023، من التوقيت ده لحد ان شاء الله ما الاجواء تكون دافئة عندك توصل 25 درجة و27 درجة ويكون عندك عز النشاط للنحل في الربيع. تمام انت اعمل اللي عليك كرجل نحال. دي اول حاجة. تاني حاجة الله يبارك فيك مع بداية النشاط ان شاء الله حاول تجمع اكبر كثافة نحلية. لو انت بتتكلم انك انت عاوز تاخد كميات من العسل في الحالة ديت يبقى انت ترفع طوابق، يعني طابق تاني طابق تالت
طابق رابع. تمام. ده لو انت في حالة انك انت عاوز تجمع كميات عسل، ولكن خلي بالك ده يعتمد على السلالة اللي انت شغال بيها. لو انت شغال بسلالة النحل السوري، تمام، في بعض الاخوان في سوريا شغالين بيها. لو انت شغال بسلالة النحل السوري، مهما هتجتهد كنحال مش هتجمع كميات عسل. انا بكلمك بصراحة، اصدقاء كتير على تواصل باستمرار، ربما يكون سلالة النحل السوري ضعيفة في جمع كميات كبيرة من العسل. تمام. لو انت شغال بسلالات اجنبية تم استيرادها من تركيا، فانا في الحالة ديت اشجعك انك انت ترفع طوابق، واقول لك ان شاء الله يكون موسم خير عندك، مع طبعا بداية الانطلاقة الربيعية والاجواء تدفى ويخش مواسم العسل يعني. ولكن في كلا الحالات كل اللي عليك انك انت تجيش نحل، وتشوف هدفك ايه كرجل نحال. هدفك الاكثار من الخلايا والتقسيمات او التفريغ الاصطناعي، ولا هدفك تكون جيش كبير من النحل وترفع طابق واتنين وعسيلات وتنتج كميات عسل؟ انت اللي تقدر تحدد ناوي تعمل ايه. الله يبارك في عمرك، نسال الله يا رب التوفيق ليك وكل الاخوان. مشكور يا اخويا خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا سيد، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. كل اخواتنا في اليمن، سألت سؤال هنا الله يبارك في عمرك، بتقول انك انت لسه مبتدئ، ان شاء الله تكون محترف باذن الله. بتقول ايهما افضل لما تكون القاعده في نفس الصندوق او منفصله؟ انت بتتكلم على القاعده بتاعه الخلايا، اما القاعده تكون في نفس الصندوق ملتصقه يعني متسمره، ولا تكون منفصله؟ والصندوق يكون زي العاسله. تمام. وبتقول ايهما افضل، ان يكون الصندوق او الخليه سعة 10 براويز او 8 براويز، مع العلم ان المراعي في اليمن تكون في بعض الاوقات شحيحة. اخويا سيد الله يبارك في عمرك، اول حاجة وهي الافضل ايه عندك في اليمن؟ خلية 10 براويز ولا خلية الساعة بتاعتها 8 براويز؟ لا، خليك في الساعة 8 براويز. انا اشتغلت عليها في المملكة العربية السعودية، الخلية 8 براويز ممتازة. تمام. اشتغل على الخلية 8 براويز، ولو حابب ترفع عاسلة يكون بعد كده مفيش مشكلة، تحط برضو كذلك عاسلة فوقيها 8 براويز. ده فيما يخص الجزئية دي. الجزئية اللي هي الله يبارك في عمرك، الافضل ايه؟ ان يكون القاعدة بتاعت الخلية ملتصقة في الخلية ولا منفصلة؟ هقول لك على شيء. طالما انت راجل بتقول انك انت مبتدئ، فيكون الافضل الله يبارك فيك ان القاعدة بتاعت الخلية متماسكة او متسمرة بمسامير في الخلية نفسها. ليه؟ عشان في حالة التنقل او في حالة ترفع تشيل خلية من مكان لمكان، تمام، يعني لا قدر الله ممكن لو القاعدة بتاعت الخلية انفصلت ممكن يحدث مشكلة والبراويز تقع وامور كتير، بالاخص مع المبتدئ. تمام. في حالة انك انت ما شاء الله راجل محترف، اقول لك ما فيش مشكلة، سبتها منفصلة، سبتها متسمرة القاعدة، لا يوجد اي مشكلة. تمام. هي الميزة ايه؟ الميزة فين؟ في ان الخلية يكون القاعدة بتاعتها منفصلة او مش متسمرة. الميزة في حاجة واحدة، لما يجي النحال يقوم يرفع عاسلة او اتنين او طابق او اتنين، بيبقى الامر سهل. ليه؟ بيشيل الخلية فقط من القاعدة في اقل من 3 ثواني ويحطها مباشرة فوق الايه، فوق الخلية، طابق تاني او طابق تالت او في العاسلة. تمام. لما تكون الخلية متسمرة، اصبح بيبقى محتاج يجيب شاكوش ويشيل المسامير ويدق بقى لسه. انت واصله لك؟ ربما يكون الاخوان في الاردن واتوقع في الجزائر على ما اتوقع يعني، ولكن انا شفت الشيء ده في الاردن كتير. الاخوان في الاردن ما شاء الله معظمهم الخلايا بتاعتهم منفصل عن القاعده. تمام. شفتها ديت انا عندي اخوه كتير ما شاء الله. تمام. تلاقي الخليه منفصله عن القاعده، ولكن هم بيكون عندهم زي ما انا بقول لك الله يبارك فيك السوق بتاع الخلايا، بالبيع بتاعهم او سوق الخلايا في الاردن بيبيع كل شيء مجزأ. يعني بمعنى ايه؟ واحد عاوز يشتري غطا خلية بيروح يشتري، واحد عاوز يشتري قاعدة بس يروح يشتري القاعدة بس. تمام. كل جزء في الخلية بيتباع في الأردن، تمام، بيتباع منفصل، عكس مصر الخلية كلها على بعضيها بتتباع، ما فيش فيها ولا قاعدة ولا غطا. عاوز تشتري خلية بتشتريها كامل مكملة، طبعا بدون الايه، بدون الإطارات الخشب. طبعا الحديث دلوقتي على خلايا بدون نحل اللي هي بتتباع في مستلزمات النحل. تمام. فنسأل الله رب التوفيق ليك، وأنصحك بالعمل على الخلايا اللي هي المكونة أو الساعة بتاعتها 8 براويز. مشكور يا أخوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا الله يبارك في عمرك، ليك سؤال هنا بتقول أفيدوني إخواني بأحد الأدوية الفعالة ضد الفروة. تمام. وكتبت تعليق تاني بتقول النوع هو الأبستان. طيب الله يبارك في عمرك، فيما يخص الأدوية أو المكافحة اللي هي الفعالة ضد الفروة، تمام، هي 4 مواد. واللي يعتبر يعني ال4 مواد دولت هي اللي أمن على النحل. طبعا في مواد كتير جدا، بس أنا بكلمك على ال4 مواد اللي أمن على النحل، اللي هي الفورميك أسيد والسيمول والمنتول والاوكزيليك اسيد. ال4 مواد دول. طبعا لو انت عندك مواد من ال4 دولت، التوقيت الحالي اللي احنا فيه اللي هو يعتبر خلاص نهاية شهر يناير، المواد الممتازة في ال4 مواد دول وهي الفورميك اسيد او السيمول والمنتول. انا طبعا فيما يخص الاوكزيليك او ملح الاوكزيليك ما بنصحش احد يشتغل بيه في التوقيت الحالي. تمام. طيب فيما يخص موضوع الابستان اللي انت بتتكلم عليه ديت، الله يبارك في عمرك، شرائح من في المكافحة. في ناس بتشتغل عليها، ولكن دي فئة أخرى بقى. يعني الأبستان والأمطراز والمفرك والمواد ديت فئة تانية من المواد. تمام. بيدور حوالين الفئة ديت بعض الشبهات إن هي بتترك ترسبات في الشمع، والترسبات ديت بتترك أثر وبقايا في العسل بعد ذلك، ولا قدر الله ربما بتعمل إصابات خطيرة. الكلام ده مش كلامي انا كمحمد المصري، عشان بس يكون الكلام واضح. الكلام دوت اللي احنا استمعنا ليه، وبيقولوا ان الكلام ده تم اثباته في ابحاث. انت كراجل نحال بدك تاخد بالكلام ده، خد بيه. ما بدكش تاخد بالكلام دوت، ده شيء يرجع لك. بس اكلمك انا عن نفسي او عن شخصي، انا ببعد عن الشبهات. تمام. طالما في قول بيقول قيل وقيل فيه، او قول فيه شبهات، ابعد عنه افضل. تمام. وبالتالي اشتغل على ال4 مواد اللي هم ربما يكون امنه على النحل، اللي انا ذكرتهم لك ال4 مواد. اتوقع ان شاء الله ربما يكون من بلدك، تتوقع من الجزائر، ان شاء الله يكون متاح في بلدك ماده من ال4 دولت. تمام. سواء السيمول او المنتول او الاوكزيليك او الفورميك اسيد. تمام. للعلم بس عشان يكون بصوره مختصره، الفورميك هو افضلهم لانه عنده القدره ان هو يقتل الفروه اللي في عيون الثلاثيه. لو انت نحلك نظيف وممتاز ممكن تشتغل على السيمول والمنتول، يعتبر منه كوقاية. وامر اخر ان هو اي فروة على ظهر النحل او على الحلقات البطنية هيسقطها. تمام. طبعا الاوكزيليك اسيد انا ما انصحش احد بيه في الفترة الحالية. لو واحد يقول لك لا انا هشتغل بالاوكزيليك وممتاز، اقول له ده شيء يرجع لك. عاوز تشتغل بالاوكزيليك اشتغل، ولكن انا بنبه الناس اللي بيستمعوا ليا ان الاوكزيليك في التوقيت الحالي بعد خروج النحل من فصل الشتاء، او ما زال بعض البلدان لسه عندهم برد وشتاء، ما انصحش احد باستخدامه، لان بجد هيعمل مشاكل واضرار. مشكله. واحد بيستمع لكلامي في بعض البلدان اللي فيها حروب، ناس الله يا رب ييسر لهم الحال، زي اليمن او سوريا او بعض الاماكن في ليبيا، وبسبب الحروب مش متوفر عندهم بعض المواد، وربما يكون مش متاح عنده الا شرائح اللي هي ربما يكون بعضها مواد كيماويه. وبيقولوا دلوقتي اسيب النحل الفروه تاكله وتدمره ولا اشتري المواد ديت؟ اقول له يا اخي انت ليك عذرك، انت كرجل في بلدك بتعاني من الحروب ليك عذرك، وبالتالي اشتري وتوكل على الله ونظف نحلك وكافح نحلك، انت غصب عنك بتعمل الشيء ده. انا كلامي موجه فيما يخص ان احنا نبعد عن الشبهات للبلدان اللي هي ما شاء الله متوفر فيها كل المواد، ومن اولها طبعا بلدنا احنا في مصر. اتمنى يكون الصورة واضحة. مشكور، شكرا جزيلا يا اخويا، الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، نسأل الله تكون في خير وفي نعم. الله يبارك فيك. احنا القناة نتكلم في تربية النحل، ولا لينا علاقة بسياسة ولا بدين ولا بعرق ولا بأي شيء. فالله يبارك في عمرك، ملهاش لازمة وملهاش داعي تيجي تعلق تقول بقى احنا عرب احنا امازون الحاجات دي. انا ماليش علاقة انا بالكلام ده كله. انا برد عليك كرجل انسان نحال انسان بس، ماليش دعوة ديانتك ايه
من طائفة ايه، تتبع سياسة ايه، لا علاقة لي بالكلام ده كله. انت جاي تستمع لي في تربية نحل، تمام، على دماغي وعلى راسي. اتمنى منك او من اي احد تاني ما دخلناش في امور سياسية او امور طائفية او دينية احنا في غنى عنها. اتمنى يكون الرسالة وصلت. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا بسيوني، نسأل الله رب تكون في خير. ليك سؤال هنا بتقول لو ابتدى موسم التقسيم مبكر قبل موسم الفيض اللي هو موسم العسل، بتقول هل يمكنني ان احصل على جيش قوي من النحل واستفيد من التقسيم قبل موسم العسل؟ الله يبارك في عمرك. عشان ارد على السؤال ده، تمام، لازم اعرف معطيات بلدك ايه بالظبط. تمام، يعني خلينا نتكلم كمثال. يعني احنا النهارده ربما يكون 24 واحد او 24 يناير 2023. تمام، موسم الحمضيات في مصر عندي لسه باقي عليه فترة. تمام، الله يبارك في عمرك. لو انا جيت يوم 10، خلي بالك من الكلام عندي اللي بتكلم فيه، لو جيت 10/2 او 10 فبراير والمكان متاح عندي في بلدي ان انا اخد تقسيمات، واخدت تقسيمة على 3 براويز او 4 براويز، تمام، مع ملكة عذراء، وتم تلقيح الملكة والخلية الام نفسها ما اضعفتهاش، يعني وقفت الخلية الام بعد ما اخدت منها تقسيمة وقفتها على 6 براويز. في الحالة دي اقول لك ان الخلية الام ان شاء الله هتيجي على موسم الحمضيات هتكون مجيشة، والخلية التقسيمة ان شاء الله عندها القدرة ان هي تخش موسم العسل بتاع الحمضيات برضه. تمام، هي الصورة بمعنى اصح. الله يبارك فيك يا اخويا بسيوني. وهي انت بلدك، شوف بلدك ايه، سواء الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا اي بلد عامة عربية، هل هيكون الوقت عندك من اول ما عمل التقسيمة، عملت التقسيمات اليوم، هل الوقت بعد ما اعمل التقسيمات هيكون متاح عندي الوقت ان الخلية الام تكون جيشت التجييش المناسب وكثافة نحلية مناسبة عند موسم العسل ولا لا؟ وهل الخلية التقسيمة الجديدة هيكون عندها القدرة اما موسم العسل يجي عليا او موسم العسل يأتي الوقت بتاعه والازهار تظهر، هتكون الخلية التقسيمة بقت خلية قادرة على انها تجمع عسل ولا لا؟ تمام، بالتالي تقدر تحدد امتى اقسم ولا اخش موسم العسل الاول وبعد موسم العسل والفيض وفرز العسل اقسم. تمام، كل بلد تختلف عن الاخرى. اتمنى يكون الصوره واصله لك. لو هكلمك مثلا على مصر عندنا، انا ما اعرفش انت منين، او ربما يكون انت قلت لي انت منين وانا ناسي، فانا بعتذر على الشيء ده. فيما يخص عندنا مصر، عندنا ما شاء الله معظم الناس بتعمل تقسيمات قبل موسم الحمضيات. في فئه اخرى او ناس تانية بتقسم الخلايا بتاعتها شطرين، يعني خلينا نقول عنده 100 خلية بيقسم 50 خلية يخش بيهم موسم العسل الحمضيات بكامل الكثافة النحلية والجيش بتاعهم، وال50 خلية التانية بيقسمهم بحيث يروح ياخد جزء فيه عسل، جزء اللي هو 50 خلية ياخد منهم عسل، وال50 خلية الأخرى يتركهم للتقسيمات والتقاصر. بالتالي كل واحد بيمشي بخطة عمل حسب اللي يناسبه، حسب بلده، حسب أهدافه إيه. أتمنى يكون الصورة واصلة لك. مشكور يا أخويا بسيوني. لو في حاجة مش واضحة اخويا بسيوني، الله يبارك لك، يا ريت توضحها لي اكتر. مشكور.